السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معايا في قناتي التعليمية على اليوتيوب. برحب بيكم، والنهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض فكرة جديدة. أول حاجة أنا عايزة أعمل ديكوباج مجسم، فعجبني لوحة من على النت بنفس الشكل ده، فقررت إن أنا أعملها. طبعت منها 4 نسخ وفصصتهم بالشكل ده. دول 3، لكن التالتة متفصصة خالص. فعايزة هجرب حكاية ان انا اعمل ديكوباج مجسم بنفس الطريقة دي، واخلي المركب كأنها طالعة بره. خلاص، بس قبل ما ابدأ اعمل الديكوباج المجسم ومع بعض نعمله، انا دلوقتي عندي البوردة اللي انا هحط عليها اللوحة. فكرت ان انا اعملها بتقنية كأنها خشب، لان هي هتتحط بنفس الشكل ده كده. فانا فكرت اعملها كأنها الجدار اللي ورا جدار خشب. فجبت دي التقنية الجديدة اللي احنا هنتعلمها مع بعض النهاردة، ان احنا ازاي نعمل خلفيات للوحات بتاعتنا تكون مميزة. جبت الرولة دي من عند الموان. هبدأ اخد دهنتها لون فاتح، وهبدأ اخد اللون الاغمق، مش مشكلة، وهبدأ اخد اللون الاغمق وهلون بيها بالشكل ده بنفس الشكل ده. انا كده بدهن مش بلون، هدهن هحاول ان انا ادهنها كلها نفس الشكل ده. ممكن ان احنا نعمل تحت غامق وفوق فاتح على حسب رغبتنا احنا. انا فضلت يكون، لان اللي تحت بيكون اكتر، بيظهر اكتر. انا فضلت ان اللي تحت يكون فاتح، علشان حاسه ان اللوحه اللي معايا غامقه شويه، فعايزه ايه افتحها. انا عملت الشكل ده. هجيب الرولة، هخلي الدايره دي لتحت، وهبدأ اقول بسم الله ونعمل مع بعض تجزيعة الخشب كده بالظبط. ناخد تاني ونتك واحنا بنشتغل عشان تظهر تجزيعة الخشب. نعملها تاني ونتك كويس جدا. كل ما اضغط قوي كل ما هتظهر لي حلوة جدا. اضغط جدا، اضغط كمان بنفس الشكل ده. انا مش عايزه امشي عليها تاني عشان مخفيش المعالم بتاعتها. والمكان اللي ما يعجبنيش ممكن ادهنه واعمله تاني. بقت بالشكل ده، خدت تجزيعة الخشب معايا. اوكي، واضح ولا مش واضح؟ طيب اوكي، هسيبها تنشف وهبدأ احط اللوحة بتاعتي واشتغل عليها. اوكي، هلزق البوستر واجيلكم. هنا حطيت الصورة بالغيرة، لزقتها على البوردة. والصورة هنا قدامي احنا عايزين نتناقش فيها شوية. الصورة هنا عبارة عن ايه؟ عن برواز، عن شلال مية، ومركب طالعة بره، ومركبتين جوه. في من ضمنهم مركب لجوه ومركب سابقاها شوية، وفي الموجة اللي جاية دي والموجة اللي هنا. خلاص، دي العناصر اللي موجودة عندي. العناصر دي هي اللي انا هعمل بيها 3D. هشتغل بيها 3D ازاي؟ ان انا ابرز بعضها واستغنى عن الاخر. هنا عملت ايه؟ فصصت اللوحة اللي زي كده لاجزاء. الاجزاء دي هستخدمها على التوالي، يعني هخلي المية الاول والمركب عليها، واخلي تاني حاجة وراها الموجة دي،
وبعدين المركب دي، وبعدين الموجة اللي هنا، والمركب اللي ورا خالص. كلهم كل ما نبعد كل ما يقل الارتفاع. وطبعا البرواز هيكون عالي نفس علو المية. خلاص طيب ماشي، هوريكم انا فصصتها ازاي. ادي البرواز فصصته بنفس الشكل ده، نفس الطريقة دي هيتحط على البرواز ده. وادي الموجة هنا، وادي المراكب، وادي المية. كل ده اتفصص كده. لكن هنمسك حاجة مع بعض وهنحاول نتنيها عشان ندي شكل حلو للعمل. في ناس بيشتغلوا بيحطوا طبقات على بعض عالية، بس مجرد ان هي طبقات. احنا عايزين نديها روح شوية، فبحاول اتني الحروف عشان ما يبانش شكل او قصة المقص او حرف المقص. بمشي مع كل الحروف بنفس الطريقة كده، اتني كده حاجة بسيطة جدا، بحيث انها تبقى عاملة كده تديلي بومبي شوية، ما تكونش ستريت، ما تكونش افقية يعني. خلاص. ومن هنا طبعا اهم حاجة من هنا عشان ما يبانليش ان ده مقص، مقصوصة بالمقص، تبان انها معمولة بالشكل ده. خلاص. انا ممكن في ناس بيعملوها بالسكينة كده او بالمقص، بس انا بخاف بصراحة تتقطع، فبضطر ان انا اعملها بايديا بنفس الشكل ده كده، ضامنة كل حتة فيها انها اتنت كويس قوي، وضامنة انها ما تتقطعش برضو. هفضل ماشية مع البرواز حتة حتة بالشكل ده كده كده اهو، لغاية لما اخلص البرواز كله، وابدأ احط له السيليكون واحطه على البرواز التاني اللي موجود عندي. هنعمل كل اللي احنا بنقول عليه ده خطوة خطوة قدامكم عشان تشوفوا. اللي علمني بصراحة، اللي علمتني الديكوباج المجسم ده بطريقتها الجميلة هي الفنانة ناهد عبود، حبيبتي وصديقتي وشريكتي في ورد الفنون. وطبعا انا ما بتكسفش ابدا ان انا اقول اتعلمت حاجة من فلان، لان ده اللي ما يشكرش الناس ما يشكرش ربنا طبعا. وربنا يجعلنا على طول نشكر الناس ونعترف بجميل الناس. خلاص. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملناها بالشكل ده، تنينا الحروف كده علشان لما نيجي نحطها ما تبقاش افقيه ويبقى شكلها وحش. وفي بقى ناس بيمسكوا دي ويروحوا عاملينها كده عشان تبقى واخده شكل البومبي. اوكي، ده اول حاجه عملناها، هتبقى بالعلو ده، هيتحط تحتيها. عايزه هنا اقول لكم حاجه، ان البوستر الاساسي في الظل ده، فانا خدت اول واحد اللي انا لزقته على البورد، اول واحد خدته بنفس الظل ده ماشي، لكن اللي فوق شلت منه الظل عشان انا عايزه ابرز البرواز نفسه. اوكي. تاني حاجه البورد لسه طريه. تاني حاجه هاخدها المركب دي اللي انا قصيتها، هبدا برضو اتني حروفها كده عشان الفكره اللي احنا قلنا عليها. التتنيه دي او تتنيه الحروف دي مش الكل بيعملها، احنا بس بنعملها بطريقتنا دي كده، واثبتت انها احلى وبتخفي معالم المقص. ضربه المقص بيديكي فعلا ان دي حاجه محطوطه مش مقصوصه ومرصوصه فوق بعضيها رص. ودي اهم حاجه، دي الناحيه الفنيه، ان انا ما بينش الحاجه انها مقصوصه ومرصوصه فوق بعض. فانا عملتها كده يعني، بص من ورا باين ازاي عملتها كده، تنيتها بايديا كده وبقت كده، وهتطلع لي بره. وكل ما اطلع مش هرص بقى كده، لا انا هدي الميل ده. اوكي، يعني مش هعملها كده، لا هديها ميل كده
هتجامل بحيث انها لما تطلع كل ما تطلع لي تميل لبره اكتر، يعني تبقى داخله من هنا ومايله كده. اوكي. برضو المركب دي هنعملها مع بعض نفس الطريقه، وبعدين هنلزق. هنيجي دلوقتي لمرحله اللزق. انا بلزق بسيليكون. سيليكون لازم يكون عليه مكتوب مضاد للفطريات وشفاف. خلاص. طيب دلوقتي انا عملت تنيت الحروف بتاعه البرواز. هبدا ان انا انزل السيليكون بالشكل ده. نفس الطريقة دي هدور كده. هبدأ اعمل التانية كده. حطيت السيليكون. لو احتجت بعد كده ان انا اعلي بنفس الشكل ده. هبدأ اخد الطرفين والفهم بسم الله الرحمن الرحيم نفس الشكل كده اهو بالظبط، واحاول ان انا ما ادوس عليها عشان ما هبطش، لان انا بعلي بالسيليكون. يعني الطرف ده عايز حاجه تعليه، هحط له حته وابدا ان انا اخد الزيادات بمنديل ورق، امسح الزيادات. خلاص. هنا احط حته هنا تعلي لي الاربع جوانب عشان انا عايزاهم يبقوا عاليين. اهم حاجه بقى ان انا اخلي كله مقاس واحد، يعني ما اخليش مكان واطي ومكان عالي. اوكي. يعني كده اضغط بحيث ان انا كله يبقى سوا واحد عندي كده بالظبط. اوكي. تاني حاجه هاخد الورقه الموجه. انا عملتها تنيتها كده شويه بحيث ان انا اخلي الموجه نازله بنفس الشكل ده كده، تبقى مقوسه عشان يديني برضو فوليوم اكتر. اوكي. طيب انا هحطها كده وهنحط دي فوقيها، لان الموجه دي فوق دي، فهنحط دي فوق دي بالشكل كده بالظبط. ماشي. هتبقى فوقيها. يبقى هحط الموجه الاول انا هنا عايزه اعلي من هنا اكتر، يبقى اكتر السيليكون. نفس الشكل ده. اكتر هنا قوي كده عشان عايزه اعلي، ولو اتفقنا لو حاجه وقعت بشيلها بالمنديل على طول واعدلها. اوكي كده. السيليكون اهو هقلب واحطها في مكانها بالظبط، وابدا ضغطه بس بسيطه بحيث ان هما يمسكوا مع بعض. ده اللي انا عايزاه. اوكي ماشي. يبقى ناخد المركب اللي هنا والمركب اللي هنا زي ما اتفقنا ان انا عايزه احط هنا سيليكون كتير بحيث ان انا اميلها. فهبدا ان انا احط فيها، مش عايزه احطها على الحاجه اللي انا اشتغلت عليها طبعا عشان ما تهبطش.
كده من نفس الشكل ده. حطيت كده وهبدأ احطها هنا. لما احطها هنا هعلي، انا هخرج المركب بره الميه، يعني اعليها اكتر عشان تخرج لي بره الميه، يعني عايزاها فوق الميه فلازم اديها اكتر، لان انا بعلي طبعا بسيليكون. هديها اكتر كده سيليكون واطلعها فوق الميه. اراعي ايه بقى وانا بحطها؟ اراعي اولا ان الفرق بين الورق والمركب، الموجه والمركب، ما يبقاش باين، ما يبقاش قصه المقص باينه. لا، هدخل دي شويه، هدخلها جوه واطلع دي فوقيها عشان ما يبانش قصه الايه، المقص. كده هضغط شويه بحيث ان انا قلت انا عايزه اضغطها من هنا وتطلع من هنا كده. انا عايزاها تطلع، تبقى طالعه من هنا. خلاص، نفس الشكل ده هقربه لكم عشان تشوفوه كده. اوكي، بص مش باين حرف المقص ان هي مقصوصه. خلاص، هاجي في دي، بس قبل ما احط لها سيليكون اشوف بدايتها فين ونهايتها فين، كده ولا كده. يبقى ابدا اعمل علشان لما اجي احطها على طول. باخد عشان هي رفيعه فباخد بحرف السكينه سيليكون واحطها، لان مسدس السيليكون مش موجود عندي، فانا بتصرف. طبعا مش لازم نجيبه لان هو غالي جدا، وكل حاجه دلوقتي بقت غاليه، فممكن استغنى عنه وابدا ان انا اخرج السيليكون باي اداه. انا بستخدم المعلقه الخشب بتاعتي وبزق بيها بيطلع، فمش لازم يعني ان انا اروح اكلف نفسي واجيب المسدس وبعدين جبته وما استخدمتوش بصراحه. خلاص، تعالوا بقى هنا في الحته دي، انا عايزه الموجه اللي فوق تغطي الموجه دي، فراح عاملاها كده، اتنيها كده بحيث ان انا مش عايزه المقص يبان، حرف المقص يبان، وعايزاها تبقى فوق دي. ماشي، لان احنا بنعمل تدرجات دلوقتي. خلاص، نظبط كده. انا عايزاها بنفس الشكل ده، تكون فوقيها كده. اوكي، طيب فاضل لنا مركبتين. المركبتين دول بص، يعني دي نسخة واللي انا بشتغل بيها دي تاني نسخة، فانا هعمل التالتة كمان بنفس النظام ده سوري، لكن الرابعة مش هعمل دول. في الرابعة انا مش هعمل دول، مش هعلي دول. في الرابعة هعلي هنا المية والبرواز والمركب دي بس. ماشي، يبقى هعمل دي معاكم علشان اختم كده وايه واشوف انا هعمل ايه. يبقى هحط السيليكون، هشوف دي هحطها في نفس مكانها، هدخلها من تحت كده وارفعها من فوق. ماشي، هزقها من تحت وارفعها من فوق عشان عايزه الموجه دي كمان تكون فوقيها. ماشي ماشي ماشي، يلا هنعمل دي كمان. اوكي، هاخدها بالسكينه كده وهحطها هنا اهو والزقها، وبرده زي ما احنا متعودين ازقها من تحت من هنا واسيبها عاليه من فوق نفس الشكل ده. هي اللي عجبني فيها بصراحه انها سهله وبسيطه، وفي النهايه بتدي شكل حلو جدا. ادي شكلها، ادي الفوليوم بتاعها، العلو عامله 3 دي. ده كده طبقتين بس، هكمل طبقتين كمان بنفس النظام ونفس الترتيب، نفس النظام ونفس الترتيب، وهرجع لكم باذن الله في اخر طبقه عشان اقول لكم احنا هنعمل ايه. دلوقتي احنا عملنا
3 طبقات من الورق بس بتدرجاته، تدرجات مختلفة. يعني كده ممكن تبان شوية. دي اول طبقة، دي تاني، دي تالت. فانا قلت في دول السفينة او المركب دي انا هكتفي بيهم 3 بس، لكن هنا 4 وهنا 4 وهنا 4 وهنا 4. خلاص. فتعالى نكمل مع بعض اللي احنا بنعمله. اول حاجة هلزق الفريم بتاع او البرواز، حطيت له السيليكون وبظبطه بنفس الطريقة اللي عملناها قبل كده. خلاص. هنا الورقة اللي هي الورقة الرابعة بتاعة شلال المية، انا بص مقوصاها كده، عاملاها بنفس الطريقة دي، ومتنية الحروف بالطريقة دي عشان ما تبانليش انها زي ما اتفقنا انها مقصوصة، متنية كل الحروف. ماشي. هبدأ احط السيليكون. دي محتاجة كمية شوية من السيليكون. اوكي. هتنيها نفس الشكل ده وهركبها هنا. انا عايزه اعمل لها فوليوم عالي، فهعليها من تحت من هنا بسيليكون، اخليها العلو ده مش نايمه كده، لا عالي نفس الطريقه دي. فهحط لها، انا بعلي بايه؟ بعلي بالسيليكون. يبقى انا اشيل سيليكون، اخد سيليكون بدي، اعمل كده وابدا اخدها بطرف السكينه، اعملها زي الكوره كده واعلي، اشيل حته حته من تحت، حته حته من تحت، واروح حطاها عشان تعليلي. اوكي. بنفس الطريقه دي كده، باخدها اعملها زي الكوره كده عشان تعلي. اوكي. نفس الطريقة برضو. هنشوف دلوقتي بقى انا عايزة ادي شكل المية. هنشوف هندي شكل المية بايه يا ترى. انا عايزة ادي نقط المية دي، اكمل نقط المية. فهكملها بايه؟ هاخد مسدس الشمع، اعمل بس دي اخر واحدة من هنا عشان ما تهبطش وتبقى عالية نفس الشكل ده كده. هاخد مسدس الشمع وهبدأ انقط بيه على نقط المية. كده عليت اهي ونازلة جميل. هاخد المركبة الكبيرة هحط لها سيليكون برضو، وعايزه احط لها سيليكون كتير من تحت عشان انا عايزه اعليها قوي. فهوريكم انا عملتها ازاي. نفس الطريقه دي كده، سيليكون كتير من تحت يبقى عالي كده عشان هبدأ اعليها. وانا بحطها اراعي انها تبقى فوق الموجة
تبقى فوق الموجة بالشكل ده، وجاية وادوس من هنا واطلعها من هنا، ادوس من هنا كده واطلعها من الناحية التانية. برضو اوريها لكم عن قرب، بقت بالشكل ده. بصوا مش باين ازاي القص، مش باين القص خالص، باين ان دي راكبه على الموج نفسه بالشكل ده. من هنا عامله كده. اوكي، فاضل لي الموجه اللي هي فوق. الموجه دي اخر حاجه هعملها، الموجه الفوقانيه خالص. وابدا بقى كده افنش عندي التابلو بتاعي، اضيف له اللي هي نقط الميه اللي احنا قلنا عليها. انا اخترت التابلو ده علشان بسيط، ما فيهوش تفاصيل كتير، وفي نفس الوقت شكله عجبني جدا، يعني شكله جديد وعجبني. انا عملتها كده، حطيت فيها سيليكون. انا هنا عليت قوي عشان عايزه الموجه دي تعلى. اشوف بس اتجاهها فين كده بالظبط، وابدا برضو اديها نفس الميل، اميلها بالشكل ده عشان تكون نازله بالشكل ده كده. احنا خلصت اللوحه كلها، خلصت اللوحه كلها زي ما انتم شايفين كده. ادي التدرجات. السيليكون ده لما بينشف بيجف بيبقى شفاف، ما بيبانش من بين الطبقات. خلاص. طيب تعالى ما نشوف هنعمل ايه بقى في حكايه نقط الميه دي. انا سخنت مسدس الشمع عندي، وهبدا انقط نقط صغيره، اعمل كأن ميه نازله فعلا. المسدس الشمع لما بينشف بيدي شكل شفاف، فممكن يدينا برضو تأثير الميه، شكلها كايه نقط ميه. ما نحاول لو اتلخبطت اي حاجه مننا ما نشيلهاش وهي طريه، نستنى ما لما تنشف ونشيلها. خلاص. انا عايزه اعمل النقط بقى نفسها، اعمل نقطه واشيل كل الحبال دي، هشيلها النقط بالشكل ده. ابدا انقط كده مع الضوء، بيدي شكل حلو جدا مسدس الشمع، شكل فعلا كأنها سيول ميه نازله. اوكي، نفس الشكل ده كده. وطبعا اكتر هنا نقط الميه، ولما تنشف خالص بيبان لي خيوط كده، ببدأ اشيلها. الخيوط اللي هي بتوصل اللي عملها مسدس الشمع، ابدأ لما تنشف اهي بص بتتشال عادي جدا. الخيوط مش هيبان لنا غير اللي هي ايه النقط. ده الشكل النهائي للتابلو، ده الشكل النهائي للتابلو. اتمنى يعجبكم، ومن كل الاتجاهات بوريها لكم. ادي الشكل النهائي، اتمنى يعجبكم. وعايزه اوريكم كمان حاجه انا عملتها، الحصان الجميل ده، عملته برضو 3D كأنه طالع من برواز. انا طبعا هشيل ده عشان ما يجيش عليه، ونتكلم عنه براحتنا.
عملت فكرة ايه بقى؟ كان عندي 4 نسخ برضو عملتهم، واخر نسخة طلعت راس دماغ الحصان شوية، وحبيت ان انا اعمل كأن هو محطوط فعلا على جدار. عملت الجدار بالالوان دي وطلع شكله كده، اديته 3D. اتمنى يعجبكم برضو. وميرسي جدا لمتابعتكم، واي حاجه انتوا عايزينها قولولي عليها انفذها على طول. عايزه اشوف بقى لايكاتكم وكومنتاتكم، واللي عنده سؤال انا تحت امره يسال. وميرسي جدا، وعقبال بقى المره الجايه باذن الله نشوف هنعمل ايه. باي باي.